صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن شفيقة القبطية، أشهر رقاصة في مصر في عصرها. اتولدت شفيقة سنة 1851 في حي شبرا في القاهرة، وكانت معروفة بتدينها، وكانت دايما بتروح تصلي في كنيسة سانت تريز في شبرا. وكان في طريقها للكنيسة قهوة اسمها قهوة الكمثرية، وشافها واحد كمثري وحبها واتجوزها. وفي سنة 1871 كان في مصر عدد كبير من الرقاصات، كان أشهرهم رقاصة اسمها شوق، وصلت شهرتها للعائلات الكبيرة، والوحيدة اللي كان مسموح لها ترقص في حفلات الخديوي. وفي مرة من المرات كانت بترقص في فرح عيلة من كبار العائلات القبطية، وكانت شفيقة